أنا أريد أن أفصل قليلا، لأن داعش أتت بإرادة أمريكية وقامت بنشاطاتها بغطاء أمريكي، وحتى في كثير من الحالات لدينا قناعة ولدينا معلومات بأن أمريكا كانت تحرك مباشرة داعش كأداة عسكرية لضرب الجيش السوري ولتشتيت القوى العسكرية التي تقاتل الإرهاب وبمقدمتها سوريا. بالنسبة للحديث عن القوات الكردية، لكي نصحح المفاهيم، هناك سوء استخدام لهذا المصطلح، وأيضا هو تسويق غربي لكي يعطي الصورة بأن القوات الموجودة هي قوات كردية، وبأن هذه المنطقة هي منطقة كردية. أولا أريد أن أوضح بأن هذه المنطقة في الشمال والشمال الشرقي من سوريا هي منطقة في أغلبيتها عربية، أكثر من 70% من سكانها ومن العرب وليس العكس. وحتى القوات المجموعات التي تقاتل هناك هي خليط من الأكراد وغيرهم، ولكن الأمريكي قام بدعم المجموعات الكردية وجعل القيادة لها لكي يعطي صورة بأن هذه المنطقة كردية، ولكي يخلق صراع كردي مع المجموعات الأخرى في سوريا. أما التواصل فهو مستمر لم ينقطع خلال الحرب، بالرغم من معرفتنا بأن بعض هذه المجموعات هي تتعامل مع الأمريكي، وهي تقاد من قبل الأمريكي، سلاحها من قبل الأمريكي، تمويلها من قبل الأمريكي، تصريحاتها يكتبها الأمريكي. هذا لا يعني بأن الأكراد هم ليسوا وطنيين، وأكد بأن معظم الأكراد وطنيون يقفون مع دولتهم ومع الشعب السوري كأي شريحة أخرى. ولكن هذه المجموعات البعض منها أكراد والبعض منها عرب وربما آخرين تعمل بأمرة الأمريكيين. هذه المجموعات التي نتحاور معها بشكل مستمر، والآن هناك حوار بعد عودة الجيش السوري من أجل إقناعهم بأن الاستقرار يحصل عندما نلتزم كلنا بالدستور السوري، لأن هذا الدستور يعبر عن الشعب. والجيش العربي السوري عندما يعود ومعه المؤسسات السورية، مؤسسات الدولة، فهي تعبر أيضا عن الدستور وعن الشعب السوري. حصل تقدم مؤخرا بعد الغزو التركي بهذا الاتجاه. روسيا تلعب دورا هاما في هذا الموضوع بنفس أو مبني على نفس الأسس التي ذكرتها أنا الآن. الأمور تتقدم أحيانا، تتراجع أحيانا لأسباب مختلفة. جزء من هذه الأسباب هو الضغط الأمريكي على المجموعات المسلحة في سوريا لكي لا تستجيب للدولة السورية، وهذا متوقع. لكن نحن الآن أكثر تفاؤلا بأن الأمور تسير بهذا الاتجاه، لأنه بعد 9 سنوات حرب أعتقد بأن معظم الناس فهموا بأن التوحد مع الدولة، بغض النظر عن الخلافات السياسية، إذا كان لديك خلافات مع الحكومة أو مع الحزب الحاكم هذا موضوع آخر، ولكن الدولة في كل العالم هي التي تحتضن الجميع. أعتقد بأننا نسير بهذا الاتجاه. موضوع المشاكل مع جزء من الأكراد، وأكد مرة أخرى معظم الأكراد موجودين في سوريا منذ عقود ولا يوجد مشاكل. هناك مجموعات متطرفة بالمعنى السياسي هي التي تطرح طروحات أقرب إلى الانفصال. البعض منها يتعلق بالفيدرالية والحكم الذاتي المرتبط بالأكراد. كما قلت أنا قبل قليل، هذه المنطقة عربية، فإذا كان هناك من يريد أن يتحدث عن الفيدرالية فهم العرب، لأنهم هم الأغلبية. هذا كلام بديهي. في مثل هذه الحالة يختلف الوضع عن شمال العراق ويختلف عن جنوب شرق تركيا، لا يوجد أغلبية كردية في هذه المنطقة. أما بالنسبة للحقوق الثقافية وغيرها، فأنا دائما أعطي مثال الأرمن، لأنهم آخر مجموعة أتت إلى سوريا منذ حوالي 100 عام، ويعيشون لديهم مدارس ولديهم كنائس ولديهم حقوق ثقافية كاملة. فلماذا نحن نعطي الحقوق الثقافية لشريحة ولا نعطي الحقوق الثقافية لشريحة أخرى؟ لسبب بسيط، لأن هذه المجموعة التي تتحدث هي طرحت طروحات انفصالية، ونحن لن نوافق لا اليوم ولا غدا، لا كدولة ولا كشعب، على أي طرح انفصالي. هذه المشكلة. بعض المجموعات، نفس هذه المجموعات التي تدعمها أمريكا، اليوم تتحدث على أن الوضع تغير بعد الحرب. طبعا الوضع يتغير، هذا طبيعي، أي حرب تغير كثير بالمجتمع، ولكن الحرب لا تعني تقسيم البلد، ولا تعني الذهاب باتجاه الانفصال، لا تعني الذهاب باتجاه
نسف الدستور ولا إضعاف الدولة. الحرب يجب أن تكون تجربة نخرج منها بوطن أقوى وليس بوطن أضعف. أي شيء انفصالي لن نقبل به على الإطلاق ولا في ظرف من الظروف.